هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. علي الحجار، جاي تشتغل ايه النهارده؟ هشتغل شغلانه بعرفها برضو غير الغنى، رسام. حضرتك ليه عايز تبقى رسام؟ نمرة واحد بيسيب لي خيال، بيطلق عندي مشاعري خصوصا انه انا يعني هعين نفسي رسام سريالي كمان، مش يعني بحدد. خطتنا وهتعين نفسك؟ لو دي فيها قلة ذوق مني فيعني لو سمحتوا هعين نفسي سريالي، رسام سريالي، لانه هو ليه علاقة بالحلم وبالخيال وكده. فاذا ده مسموح يعني هيبقى حاجة كويسة منكم، كتر خيركم. احنا بالفعل عندنا وظيفة لرسام سريالي، بس حضرتك عايز تضيف ايه للمهنة دي؟ اضيف لها جمهور، شعب عارفها. الرسام عموما مش لازم سريالي ولا لا، يعني هو الرسام عند الناس لغاية دلوقتي اللي هو بيكبر صور بالفحم وبيرسم صور الناس في الشارع ويرسم صور الفنانين والرؤساء وكده. انا نفسي الناس تتعلم تذوق اللون والخط والظل والنور وميزان اللوحة. لو حسوا بالحكاية دي او بمجموعة الحاجات دي هيبقى عندهم ميزان في حياتهم جميل. الطبيب هيبقى طبيب اشطر، المهندس هيبقى مهندس اشطر، وهكذا. تذوق الفن ازاي حضرتك النهاردة تخلي الناس تحس بيه؟ والله هو دور الدولة مهم في الحكاية، لانه يعني مش هينفع مجهودات الفنانين. مصر مليانة فنانين تشكيليين، لو خدوا فرص في العالم هيبقوا من الرسامين العالميين المهمين جدا، زيهم زي دافنشي وزي بيكاسو وزي الرسامين الكبار اللي اتعرفوا في العالم يعني. بس احنا مش بنعرف نسوق نفسنا دعائيا. حضرتك هتسوق نفسك ازاي لو ادينا لك مكان ولو ادينا لك النهارده كل السبل انك انت تشتغل كرسام سريالي؟ بداية ما دام السبل كلها معايا هعرف اعرض شغلي الاول. تعمل معارض كتير؟ مش لازم كتير، بس يعني الاول هعمل دعاية للمعرض. ومعلش بعد اذنكم برضو هعمل الدعاية دي بالغنى. طيب عايزين نسمع حاجة كده. والله مثلا انا اول معرض هعمله رباعيات صلاح جاهين، لانه شايف لكل رباعية لوحة. فممكن اسمعك مثلا بحر الحياة مليان بغرق الحياة، بحر الحياة مليان بغرق الحياة، صرخت خش الموج في حلقي ملاه، قارب نجاه صرخت قالوا مفيش غير بس هو الحب، بس هو الحب. قارب نجاه عجبي. هترسمها ازاي اللوحة دي؟ والله انا مش شايفها بشكل سريالي وبشكل واقعي. الشكل الواقعي اللي ممكن يتحول سريالية، انك ممكن مثلا ترسمي شقة بطيخة وتروحي عامله لها قلع مركب
وتحطيها جوه ميه فتحسي بواقعيه على سرياليه في نفس الوقت. ترمز لايه البطيخه؟ اولا انه وهي مقفوله انت مش عارفه انت داخله على حياه شكلها ايه، لكن ساعه ما بتفتحيها بتبقي فاهمه انت رايحه فين. خلاص عرفتيها حمراء ولا بامبا ولا قرعه، حلوه ولا طعم الخيار، فيها لب كتير هيضايقك وانت بتاكليه ولا لا. ف يعني كشفه البطيخه وانت ماشياها كمركب وعامله لها قلع في الميه ليها معاني كتير جدا. اولها انه انا عرفت طريقي وسكتي ماشيه ازاي. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة أمام. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة أمام على الراديو 90. تتوقع المكسب المادي من الوظيفه دي؟ هو يعني مش بالضروره الواحد في الفن يدور على المكسب المادي، يدور الاول على انه يكسب مشاهدين. لو كسب مشاهدين واحده واحده الماده هتيجي. طيب لو قلنا دلوقتي هتعين ناس تحت ايدك في الجاليري بتاعك او في المكان اللي حضرتك هتفتحه وترسم فيه، علاقتك بيهم هتكون ايه؟ اولا هعينهم كلهم ما بين رسامين وموسيقيين، عشان طول ما احنا رايحين وجايين بنعمل حتى الحاجات الاداريه، بنغني وبنرسم وبنعمل فن ده جو لطيف جدا. عايزين نعمل جو لطيف كده نبسط نفسنا عشان نحس واحنا جوه شغلنا ان احنا في وطن سعيد. عشان لو خرجنا بره واحتكينا بقى بمشاكل البلد العاديه ما نتعبش قوي. حضرتك شايف بعد 5 سنين من الوظيفه دي هتوصل لايه وفين؟ طب ما تخليها 4 مده الرئاسه. 4.5 يعني انا شايف لو مشينا بالخطوات اللي انا بقول عليها دي، الاول ان احنا نشجع الناس، نعرفهم، نعمل لهم اعلانات كتير، وزي ما بيقولوا تضيع الودان امر من السحر. فلو زنينا على الناس كتير بان هم يتذوقوا الفن، هنقدر في ال5 سنين او ال4 سنين ونص او ال4 سنين نوصل لحاله من الرقي في التذوق اجمل بكتير جدا من اللي احنا فيه، حتى لو كان اجمل ب10%. كان في سؤال نفسك اساله لك وما تسالش؟ كان نفسي تقولي لي هتعرض امتى المعرض بتاعك، بس الحمد لله انك ما سالتيهوش. هتعرض امتى المعرض بتاعك؟ هو انا بقالي 4 سنين عمال اقول هعرض معرض الرباعيات، فبس ان شاء الله. انا سامعه الكلام ده من زمان على فكره. بس المره دي ان شاء الله كمان يعني في الشتاء اللي جاي لازم ان شاء الله. وانا معزومه ان شاء الله طبعا اول واحده. طيب حضرتك عايز تقول لي حاجه نفسك تقولها؟ هقول لك ان موضوع اللقاء غريب، فاجئتيني بيه. يعني كويس انك ما قلتليش من الاول من الاتفاق على المقابله، يعني انه احنا هنعمل كذا. فالتوريطه جت كويسه، يعني جت لصالح الموضوع اللي اخترناه. انا حابب جدا فعلا فكره الرسم، لانه فيها الوان، فيها بهجه، فيها ان الناس ذوقها يرتقي. ف يعني حاجه حلوه. انا سعيد جدا باللقاء ده الغريب جدا الحلو قوي. ميرسي لحضرتك جدا، وانا سعيده اكتر منك باللقاء ده، وكان شرف ليا. كتر خيرك. نفسي تختمي اللقاء باغنيه ههديها لك من الالبوم الجديد. يا ريت. حاضر. رمضان كريم. الله اكبر. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين je parle français comme le petit oiseau. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة أمام على الراديو 90.